ما سألتش على شربيني. ما سالتش على شربيني. استاذ عبد الله او كابتن عبد الله الكعبي، ما سالتش على شربيني. ما انت عندك كلكم ابطال، كلكم ابطال لحد ما تيجوا تقابلوا البابا، بابا الشغلانه او بابا المجال. ما عندك الاخوه السعوديين والقطريين والصينيين وبرضه اخوه سعوديين تانيين، القاره كلها. ما احنا حاطين على القاره كلها. مش قبل ما تيجي تسال تقول لي مثلا الهلال، مع انه لعبنا عندك في ارض محايده في الامارات، والسعوديه اقرب للامارات وبتاع، بيجوا كتير مثلا بحكم بيلعبوا في اسيا، واخدين على ملاعب اكتر من الاهلي. اديناهم اربعه قدام عينك، كانوا اربعه. حتى لو ما كانش سكواد الهلال الحالي، يبقى الهلال كده كده دايما اقوى سكواد في الشرق الاوسط وسط الفرق العربي يعني. فادينا له اربعه رغم القيمه التسويقيه بتاعته يعني. خد اربعه مستريح بالرأفه. لعيبه الاهلي الله يسامحها والله، لعيبه متربيه. بعد الرابع قال لك كفايه كده، برضه الهلال زعيم، زعيم كبير يعني. مش الزعيم يا جدع انت بتاع الكشري، يلا لا، ولا شيل يعني. ما تهزرش بقى يا جدع، الهلال زعيم والعين زعيم. دول زعماء في الكوره، بس هناك عندهم لما بيجوا عندنا هنا ما بيقلبوا الزعيم بقى بتاع الكشري، وبيجيبوا دقه زياده ورز زياده وبتاع. شيل الزعيم، حط لنا ده لسه فيه بلاوي، لسه فيه صاحب اكبر قلعه وليله. استنى، استاذ عبد الله الكعبي، ما سالتش ليه الهلال باربعه؟ وتقول له حصل معاك ايه؟ يقول لك كنت عامل جرعب وعامل كان يوماني وقام مدينا اربعه على عيني. طب بلاش دوت، ده ده اتحاد جده ده برضه بطل، بطل كبير، بس لحد ما يجي يقابلني جايب بنزيما ونجولو كانتي ومانتي وسانتي وفانتي وحانتي وشانتي والجيش شال فيها. جيشي ايه؟ رحت انا شايلته فيها، لان هناك في ملعبه. وقال لك مقبره اديناهم ثلاثه برضه زي ما نفس الثلاثه اللي انت اكلتها. ساره ليلي ابو ثلاثه. احسن فرقه في اسيا عندكم الدحيل في ملعبه برضه خد واحد اهو. سالتش قطر جنبك برضه قريبه. كابتن عبد الله مالك اسال، قول له يا دحيل عمل ايه الهلال الاهلي لما جالك؟ هيقول لك لسعني واحد وخلع. ده اتقل فرقه خدت يعني احسن نتيجه عندكم، كلها اربعات وثلاثات بقى. سالت اخونا جوانزو ووزو سومو زوزو فوزو ده جوانزو الصيني؟ ما سالتوش؟ كان قال لك اداني اتنين بالعصايه. اتنين ايه؟ ادينا اربعه عفوا بالعصايه. خدني في كاس العالم للانديه قام رزعنا اربعه. كان تقريبا في الامارات ولا ايه؟ والله ما فاكر الاربعه، اصل احنا علمنا بقول لك يا ابني شيل الصور دي كلها، شيل كلها زعماء. العين ده بس استنى قبل ما تشيل العين، حط لي صوره الزعيم بقى بتاع الامارات معاه. زعيم العيناوي. مش عارف بعتوا الزعيم مين برضه، بس هم ناس عسل بصراحه، ربنا الحق اتقال. شيل لي بقى كل دول وحط لي القاره بتاعتهم عشان نخلص عشان انا زهقان. حط القاره كلها، ايوه. ثبت لي كده قاره اسيا. الشبح في البتاع في القاره دي كلها، في الناس اللي انا قابلتها خد واحد. الدحيل القطري ما تفهمش، ما كناش في يومنا ادينا له واحد بس، انما كلها ثلاثات واربعات. ساره الليلي ابو ثلاثه انت خدت ثلاثه. ساره الليلي ابو اربعه الهلال خد اربعه. طب ساره الليلي ابو ثلاثه انت حاج جده خد ثلاثه. وكلها عماله تشيل راحه جايه، كلها عماله تشيل راحه جايه. عندنا برضو واحد كده بيقول لك انا اكبر كلره دي في مصر، بس عشان تبقى فاهم بتتقال كده، ما ينفعش تتقال وانت قاعد لورا، لا بتتقال كده. انا صح اكبر كلره في مصر، اسف. واللي مش فاهم او مش مقتنع بالكلام ده سوري يعني، تقول بعدها سوري. ما بيفهمش في الرياضه، كلها بتقول كلام بفلوس. فاستاذ عبد الله انا عايز بس اوريك حاجه تسمع له ايه قبل الماتش. اتفرج معايا كده ونشوف. جايكم زهير نادي الاهلي المصري، جايكم زعيم اسيا، جايكم معذب اسيا وكبرها يا ولد نادي العين. اوعى. صولات وجولات. ايوه الراجل ده عسل بصراحه. جايكم واتقوا شر الحليم اذا الله. غضب. لا يعني والله شوف، اتقي شر الحليم اذا غضب. انا مش عارف هو الحليم غضب ولا زي ما هو حليم. طب سيبك من ده، سيبك من ده، نيجي بقى لواحد تاني. فريق العين الاماراتي يا ويلك الاهلي المصري. استاذ عبد الله الكعبي، جايك العين، جايك في القاهره اربعه ان شاء الله وثلاثه عشان تعرف قيمه الفرق الاماراتيه. انت تقابل العين ما تقابل اي فريق ترى. هذا الزعيم العيناوي. اتوقع صح الراجل. قوم من اللعبه وقوم. قال لك ثلاثة أو أربعة، الراجل ما غلطش. ثلاثة، هي جلت معاه الرابع مش مشكلة، بس عايز تعرف في واحد قاعد بقى في الاستوديو ده، راجل إماراتي فاهم. ده راجل بقى سأل على شربيني وعارف شربيني كويس، اديها له في نص دماغه. بص تعال اسمع. قوم سفيان رحيمي يا ويلك الاهلاوي يا ويلك. ايوه جايك الزعيم العيناوي جايك. ايوه توفيق ان شاء الله للفريقين، خاصه فريقين كبار. تكلم عن بطل اسيا وبطل افريقيا ابو احمد. العين والاهلي عفوا. نعم نتمنى له بالتوفيق يعني النادي. اسمع بقى اللي جايه دي الكبار يعني. بص صحيح. الاهلي او نادي العين. 3-1 للاهلي. للاهلي. انت بتزعل عيناوي منه. انا وصفنا كذا توقع.
ممكن يصيب يمكن يخيب، يمكن ما أدري. يصيب يمكن يخيب. طيب، نعم. زين. انا اقول لك لا 3-1 للاهلي المصري. طيب مباراة ده راجل فاهم اماراتي برضه، نسيت اسمه بصراحه. وشوف الناس كلها محترمه وناس زي الفل، ومناوشات في الكوره دي حلوه جدا. بعيدا ان انا معاشر خلايجه كتير، هم ناس دمهم خفيف قوي زي حالاتنا يعني، ويقول الهزار والضحك. والنهارده تشوفهم في الاستاد يعني ميتين على روحهم من الضحك ومن الاجواء يا عيني، مش واخدين على الجو بتاعنا. دخلوا هنا اتوهموا، شافوا ناس هم كبرهم يلعبوا في السعوديه، واخواتنا السعوديين يعني حبايبنا برضه. استاذ وليد الفراج راجل زي العسل، كبرهم يشجعوا بالمايك بتاع الربابيكيا دوت، مش التشجيع بتاعنا احنا، فاهمني؟ هو لا لا با لا لا با لا لا لا، مش واخدين على الاجواء بتاعت مصر وتونس والجزائر والمغرب. احنا شمال افريقيا حاجه تانية، انما الناس هناك الله يعينها. تحس ان ان الكابتن مثلا فنان حسين الجسمي يبقى قائد الالتراس عندهم، فاهم؟ هنا في كبوات، هنا في ناس تانية حتى لو مفيش دلوقتي. الله يرحمها ايام، في ناس عندها خبره مدرج، والشغف عندنا والاثاره والتشجيع عندنا غير يعني. فالناس يعني غلابه جم دخلوا المدرج كانوا يسقفوا موهومين، هم كانوا بيتفرجوا على المدرج اكتر من الماتش. فعزيزي الاسيوي، عزيزي الى كل من ينتمي الى هذه القاره او كنت من اصحاب اكبر قلعه رياضيه في مصر، قبل ما تتكلم اسال عن شربيني. كلها بتخسر، لكن اللي انا بعمله ده ابقى فارم وش القارات كلها، ده مش طبيعي. كلها بتخسر عشان تبقى عارف، انا بخسر وده هيخسر، كله بيخسر، مفيش حد ما بيخسرش يا ابني، الكوره كده. بس اللي انا بعمله في الكوره ده خرج الطاقات، مش هكدب عليك بامانه ربنا. والله حرفيا اللي بيعمله الاهلي ده مش كوره، ده اسمه قرف اسمه مفترى. فقالها وليد الفراج النهارده حكمه، قال لك بص وفين يوجعك وفين يوجعك. فمنتهى الامانه يعني الى اي شيء، اي حد بينتمي لاي حد بره النادي الاهلي، قبل ما تحط نفسك في وضع معانا خليك عاقل تريث. انا عايز احط لك صوره الراجل المحترم ده تاني برضه، الراجل العاقل رزع، هو ده اللي رزع له 3 وهحطه لك تاني برضه مش مشكله. تريث، اعرف ده راجل مذاكر الاهلي. بعد كده لما هتيجي تتكلم على حد يخص الاهلي اسال الراجل المحترم ده. كلكم ابطال لحد ما تيجوا تقابلوا بابا الشغلانه، وعند بابا الشغلانه ابطالها لحد ما نبطلها. لحد كده تمام، واشوفكم ان شاء الله في حفله جديده، لسه الحفله مستمره. سلام.